احسبيها صح وتعالى أقولك أفضل طريقة هتخزني بيها الخضروات لأطول فترة ممكنة وأكتر من سنة كمان، وهتبقى معاكي محتفظة باللون والطعم والريحة كأنها لسه فريش. الطريقة دي ممتازة جدا، عملتلكوا طريقة قبل كده بس الطريقة دي بجد رهيبة، هتحل أزمة الخضار اللي بيسود. ناس كتير بتشتكي إنها لما بتيجي تفرز الخضار أو تخزنه في الفريزر بعد ما بتقطعه بتلاحظ إنه هو اسود وبيفقد الريحة بتاعته. الطريقة دي بقى ممتازة جدا جدا جدا، بس أهم حاجة إنك تلتزمي بكل اللي أنا هقوله وتعمليها صح علشان تاخدي النتيجة اللي احنا عايزينها. أي ست شاطرة هتعملها وهتنفذها، لأن عندنا الخضار في الصيف هيبقى غالي جدا. شايفين السنة اللي فاتت كنا بنجيب الخضار الربطة الصغننة خالص، والله بجد كانت عودين اتنين بس من الخضار. الخضار كان غالي جدا، كنت بتجيبي خضرة بتمن الكرنبة نفسها علشان تعملي المحشي، وكانوا كمان ما بيكفوش. يعني أنا فاكرة إن أنا جيت عليا مرة كنت مخزنة خضار بس محتاجة إن أنا أجيب خضار لأن الخضار اللي عندي كان خلص وما كنتش عاملة كمية كفاية، فجبت كمية خضرة ب50 جنيه مش كانوا باينين أساسا في المحشي. تعالوا بينا يلا نشوف الطريقة هنعملها ازاي. بس في البداية أحب أذكركم إن المحتوى الهادف بيموت بالمشاهدة الصامتة، فحطوا لايك كده واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. أنا أمير أخصائية تغذية، ويلا بينا على بركة الله نبدأ مع بعض الفيديو. في البداية كده واحنا بنجيب الخضرة بتاعتنا لازم نجيب الخضرة اللي تكون خضرة، بلاش الخضرة اللي تكون مصفرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، لأن دي أصلا بتكون دبلانة وفاقدة النكهة أو الريحة بتاعتها. هنجيب الخضرة بتاعتنا يكون اللون بتاعها أخضر وتكون طازة ولسه فريش. هنبتدي إن احنا نشيل منها أي حشائش أو أي حاجة مش كويسة أو أي خضرة بايظة، وهبدأ إن أنا أقطع الأطراف بتاعتها. وعلى فكرة الأطراف دي لو انت هتعملي محشي حالا أو هتستخدميها في عمل المحشي، اغسلي الأطراف دي وحطيها معاكي في قعر الحلة تحت بقى كده فرشة الطماطم والبصل والحاجات دي، بتحافظ على المحشي إن هو يتحروق أو يتلسع من تحت، وكمان بتديله نكهة قوية جدا جدا. تعالوا بينا بقى نشوف الخطوة التانية. بعد ما نقينا الخضار كويس جدا جدا وشلنا منه اي حاجة ملهاش لازمة، هنبدأ ان احنا نغسله. مش هنغسله بالمية كده على طول، لا لازم يا جماعة ان احنا نحط الخضار بتاعنا ده في مية فيها معلقة من الخل، معلقة بس ما تكتريش عن كده، علشان الخل بيخلي الخضار بتاعك يعني يدبل كده ويفقد القوة بتاعته. او ممكن ان انا استغنى عن الخل بتاعي وأحط معلقة صغيرة من الكربوناتو أو البيكربوناتو. خلاص كده هسيب بقى الخضرة بتاعتي في المية دي يعني منقوعة لمدة مثلا 10 دقايق على الأقل، ما تشيليهاش على طول. وبعد كده هشطف الخضار بتاعي كويس جدا جدا، وكده الخضار معايا بقى جاهز. هجيب الخضار معايا بس أهم حاجة إن أنا أنشفه كويس جدا جدا، أسيبه كده على صينية وتحتها مثلا فوطة أو أفرّده على فوطة وأسيبه ينشف كإنه ما اتبلّش مَيّة أساسًا، ودي الخطوة المهمة جدًا، جدًا اللي لازم ناخد بالنا منها. ناس كتير ممكن تقوم تعمل الطريقة بتاعتي لكن الخضار بتاعها يكون مبلول، لأ مش هينفع يا جماعة، لازم الخضار بتاعي يكون ناشف جدًا، جدًا، أمسكه كده كإنه ما اتبلّش مَيّة نهائيًا. ودي خطوة مهمة جدًا. نبدأ بقى نجيب معانا ورق زبدة وممكن كمان ورق كراسات الرسم أو الsketch بتاعة الأطفال، وأبدأ إن أنا ألِف فيها الخضار بتاعي. أهم حاجة الورق بتاعي ما يكونش فيه أي حبر أو أي كتابة خالص، فممكن إن أنتِ تستخدمي المتاح واللي موجود عندِك، ورقة زبدة، ورقة كراسة، ورقة كراسة رسم أو sketch، المهم إن هي تكون ما فيهاش أي حبر أو أي كتابة نهائيًا. وبعد كده هاجيب معايا الخضار بتاعي وهابدأ إن أنا ألفه في الورق ده كويس جدًا، جدًا. ونيجي بقى للمرحلة أو الخطوة التانية، هاحط الخضار إزاي. أنا عندي مثلًا شبت، بقدونس، كزبرة، أيًا كان نوع الخضار، وعلى فكرة كمان باعمله في الكرات اللي أنا باستخدمه في عجينة الطعمية،
رهيبة جدًا، وبُصّوا الكُرّات كإنه لسه طازة وكإنه لسه جاي. هابدأ إن أنا بقى ألِف الورق كويس جدًا، جدًا وأقفّله كويس جدًا وما يكونش فيه أي هوا، وهابدأ أكتب على الورقة بتاعتي اسم الخضار ده. لو أنا عاملة مثلًا تشكيلة يعني بقدونس، على كزبرة، على شبت، هابدأ إن أنا أكتب عليهم، أو لو أنا حاطة كل نوع لوحده عشان هاستخدمه في وصفات معيّنة، هابدأ برضه إن أنا أكتب عليهم. هاكتب على الورقة من الخارج وهابدأ إن أنا أحطهم في كيس تلاجة أو أكياس التخزين أيًا كان نوعها، وهابدأ إن أنا أطلّع الهوا، ودي الخطوة رقم 3 المهمة جدًا، جدًا. هابدأ إن أنا أخرّج الهوا من الكيس يا جماعة، ودي برضه من الخطوات المهمة، لإن الهوا من الحاجات اللي بتخلّي الخضار أو أي مادة محفوظة عندي تتأكسد وبتغيّر لونها ويخلّيها تفسد معاكِ، وكمان بيقلل العمر الافتراضي بتاع التخزين، يعني بيخلّي الحاجة ما تقعدش معاكِ فترة طويلة. هنا كنت باورّيكم إن إحنا لازم نكتب على الورقة، ودي من الحاجات اللي بتسهّل عليكِ جدًا في عملية التفريز أو التخزين، إنِّك لمّا تيجي تخزّني أي حاجة لازم تكتبي عليها، خاصةً الخضار يا جماعة، لإن الخضار بعد التخزين بيكون شكل بعضه، فمش محتاجة إن أنتِ بقى تفتحي الكيس وتشوفي يا ترى ده إيه وترجعي تدخّليه تاني، لإن إن أنا أخرّج الكيس لازم أستخدمه على طول، وهنشوف بقى الطريقة اللي إحنا نستخدمها بيها الصح إزاي. بعد بقى ما حفظت الخضار عندي، جه بقى وقت الاستخدام، سواء هاستخدمه بعد أسبوع، بعد 2، بعد شهر، بعد سنة. الطريقة دي هتخلّي معاك الخضار يفضل كإنه فريش لمدة أكتر من سنة كمان، مش بابالغ ولا أي حاجة، دي حقيقة يا جماعة، بس أهم حاجة تاخدي بالِك من كل التريكات اللي إحنا بنقول عليها. هاستخدمه بقى إزاي، هاطلّع الخضار أستخدمه إزاي، إحنا لافين الخضار سليم زي ما هو، يعني لا قصقصناه ولا قطّعناه ولا أي حاجة خالص، هنحط الخضار بطوله زي ما هو كده. لمّا آجي أخرّجه من الفريزر بتاعي، هاخرّجه من الفريزر على الكَبّة على طول، أيوه هاخرّجه أدّي له فرمتين في الكَبّة وأبدأ إن أنا أستخدمه. بتعمليه وهو لسه متجمد زي ما هو، ودي تركة مهمة جدًا، الناس اللي هتسيبه يفُك هتلاقي الخضار اتحوّل لمَيّة وبقى مش نافع خالص، لازم إن إحنا نخرّجه من الفريزر على الكَبّة على طول، وما تخافيش الخضار معاكِ مش هيكون متجمد ولا أي حاجة خالص، لإن هو already ما بيكونش فيه مَيّة، والخضار بس بيكون يعني متّلج شوية، بس سهل إن أنتِ تقطّعيه بالمقص أو بالسكينة، وسهل كمان أو أفضل ليكِ إن أنتِ تعمليه في الكبة، بيكون سهل جدًا، جدًا، ما بيكونش تقيل على الكبة ولا أي حاجة، وبيتقطّع معاكِ بسهولة، ولازم إن إحنا نستخدمه على طول في الأكل، يعني أعمله وأحطه على الأكل بتاعي على طول، يعني على خلطة المحشي على طول، ما اسيبهوش برّه علشان ما ينزّلش المَيّة بتاعته وطعمه وريحته تتغيّر. أتمنى الناس اللي مجرّبة الطريقة دي تكتب لنا في الكومنتات علشان غيرها يتطمن ويدخل عليها بقلب جامد، وأتمنى الناس اللي ما جرّبتهاش تجرّبها وتدعي لنا دعوة حلوة من القلب، وأتمنى إن أنتم تشيّروها لكل الناس علشان الناس كلّها تستفيد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.